ازاي اخس في رمضان؟ ده من اكتر الاسئله اللي دايما بتحير الناس. ازاي انا في رمضان مع وجود الحلويات والعزومات الكتير ازاي ان انا اخس؟ ان انا اخس في رمضان دي اكتر فرصه كويسه، لان عدد ساعات الصيام كبيره وعدد ساعات الفطار هي بس 8 ساعات. وكلكم كنتوا دايما بتسالوا ايه هو الانترميتنت فاستنج اللي انا ممكن استخدمه علشان احرق دهون. ففتره الصيام دراي فاستنج هو احسن كتير كمان من الانترميتنت فاستنج، فدي فرصه كويسه قوي ان انا اخس فيها. لما بنصوم فتره طويله مراكز الطاقه في جسمنا بتبدا تقل، وبالتالي الانسولين كمان بيكون قل، فما بيحولش الجلوكوز لطاقه علشان نستخدمها، فالجسم بيضطر ان هو يشوف مصدر طاقه تاني، فبيحول الدهون في الكبد لحاجه اسمها كيتونز بودي عشان ياخد منها مصدر الطاقه بتاعته كمصدر بديل. غير ان الجروث هرمون او الجي اتش بيزيد قوي خلال فتره الصيام، وده بيكون طبعا بيزود حرق الدهون في جسمنا. فاحنا لو قللنا الاكل بتاعنا وظبطناه وكلنا اكل صحي زي ان شاء الله ما هتكلم معاكم الفتره الجايه في الفيديوز الجايه ازاي افطر وازاي اتسحر، ان شاء الله خلال رمضان واخر رمضان هتحسوا بفرق كبير، وهتحسوا ان شاء الله ان انتوا خسيتوا دهون.